من المهارات اللي ما ينفعش تكون مش عارفها في الزمن ده هو ازاي يبقى عندك ايميل وتعرف تتعامل بيه. مساء الفل. دي اول حلقة في سلسلة مهارات ما ينفعش ما تكونش عارفها في الزمن ده، ودي سلسلة في كل حلقة فيهم هنتكلم وهنشرح مهارة بالتفصيل لازم تكون عندك في الزمن ده لو عايز تنجح في المجال العملي. زي ما قلت كتير قوي على الانستجرام، لو انت مش متابعني ما تنساش تروح تعمل فولو، ان في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي وفي المستقبل الشهادة لوحدها ما بقاش ليها لازم يبقى عندك مهارات تانية كتير تساعدك يبقى عندك قيمة مضافة او حاجة تقدر تضيفها لسوق العمل عشان تبقى في شركات عايزه تعينك، او عشان تقدر تلاقي عملاء بسهوله لو بتشتغل لوحدك، او عشان ناس تلجأ لك تعمل لهم خدمات وتاخد فلوس مقابلها. هنغطي مهارات كتير قوي غالبا مش بنتعلمها في المدرسه او في الجامعه. في حلقه النهارده هنتكلم على الايميل. بس قبل ما نتكلم ازاي نعمل ايميل، هو ليه اصلا الايميل مهم؟ الايميل مهم لاسباب كتير قوي، بس خليني اقول لك اهم 3 اسباب. اول سبب ان اي شغل في شركه محترمه او شركه مالتي ناشونال او شركه كبيره غالبا بيكون التواصل بين الاقسام المختلفة وبين موظفين الشغل ده عن طريق الايميل. سواء الشركة دي فاتحة في بلدك بس او ليها فروع في بلاد مختلفة، التواصل غالبا بيكون عن طريق الايميل. ففكرة ان انت ما بتعرفش تستخدمه غالبا اصلا مش هتتعين في الشغلانة، ولو تعينت في الشغلانة واكتشفوا انك ما بتعرفش تتعامل بالايميل غالبا هتبقى مشكلة كبيرة. تاني حاجة، كل الجامعات اللي في الدول اللي بره، اوروبية، امريكية، كندية، استرالية، كل الكلام ده بتتعامل بالايميل فقط. مفيش حاجة اسمها ابعت لك على الواتساب وتبعت لي على الواتساب. للاسف الكلام ده موجود بس في الدول العربية، وفي جامعات كتير في الدول العربية دلوقتي ما بقتش تتعامل غير عن طريق الايميل. فلو انت داخل جامعة او انت في جامعة فانت لازم تكون بتعرف تتواصل على الايميل، لان ساعات بيجي لك مواعيد امتحانات وديدلاين لمشاريع وحاجات زي كده على الايميل. وكمان زي ما بقول لك الجامعات كلها بره بتنزل المنح والفرص اللي بتبقى عندها عن طريق الايميل، وما بتقدرش تقدم على ماجستير او دكتوراه او دراسات عليا او منحة غير عن طريق الايميل. تالت حاجة بقى، لو انت بتشترك في اي كورس محترم على الانترنت بتسجل عن طريق الايميل بتاعك، وبيكون التواصل برضو كله عن طريق الايميل. عن طريق الايميل بتاعك ده بيجي لك بيانات الدخول للكورس، بيجي لك المتابعات للكورس، لو في ماتيريال او حاجات تبع الكورس بتتبعت لك عن طريق الايميل. فالايميل في هذا الزمن وفي المستقبل من غيره هيبقى صعب قوي تتعامل. طب ايه هو اصلا الايميل؟ الايميل ده من الاخر عنوان بتاعك على الانترنت، الناس بتقدر تبعت لك عليه حاجات وانت بتقدر تبعت منه حاجات. من الاخر كده زي السوشيال ميديا، انت بيبقى عندك اكاونت، الاكاونت ده الناس بتقدر تتواصل معاك عليه وانت بتتواصل معاهم عليه. بس السوشيال ميديا لحد دلوقتي ما تعتبرش حاجه بروفيشنال قوي، غير لينكدين هو اكتر معمول للشغل والحاجات دي. بس حتى على لينكدين بيطلبوا بعد كده لما بتيجي تقدم على حاجه او بتتعامل في وظيفه بعد كده بيطلبوا الايميل لتكمله التواصل. فمن الاخر ايميلك ده صندوق كده بتاعك انت اللي معاك الباسورد بتاعه وتقدر تخش عليه، والناس بتبعت لك عليه رسائل تقدر تفتحها وتشوفها، وفي نفس الوقت تقدر تبعت من البوكس بتاعك ده ايميل او رساله لحد تاني تبعته له يوصل. الايميلات كلها بتتكتب بنفس الطريقه، اسمك او اليوزر نيم بتاعك مثلا مصطفى كلهم فيهم الات، ممكن بقى gmail.com، hotmail.com، msn.com، yahoo.com، اسم الشركه نفسها .com. ودي هنشرحها اكتر في ازاي نعمل ايميل وايه الفرق ما بين كل واحد فيهم. من الاخر اغلب اللي بيتفرجوا دول اصلا عشان تكون على اليوتيوب غالبا انت عندك ايميل عشان تخش بيه على السوشيال ميديا، بس اغلبنا بيعمل الايميل ده بس عشان يخش بيه على السوشيال ميديا ومش بيفتحوا يشوف الرسائل اللي فيه. ولكن تاني مهم قوي تبقى بتعرف تخش عليه تستقبل رسائل وتبعت رسائل. طيب خلينا نخش جوه الكمبيوتر ونتكلم ازاي نعمل ايميل وازاي نتعامل بالايميل وازاي نبعت ونستقبل ايميلات. زي ما كنا بنقول بقى، انت تقدر تعمل ايميل ده عن طريق منصات كتير قوي. اشهر المنصات دي هي جيميل، وده تبع شركة جوجل، وتدوس انتر بيفتح لك خدمة البريد الالكتروني. بتيجي هنا بتختار انك عايز تنشئ حساب، او بتيجي هنا وتدوس انشاء حساب. طبعا لو انت عامل حساب اوريدي بتختار تسجيل دخول وبتسجل بياناتك لو انت فاكر الباسورد. بتعمل انشاء حساب هنا بتحط اسمك الاولاني، فانا هحط هنا مصطفى، اسم العائلة انديل. هنا بتبتدي تختار الاسم زي ما قلتلكوا، الاسم اللي ثابت ما بيتغيرش @gmail.com. هنا بتختار الاسم اللي هيبقى موجود في الجيميل، وهنا ما ينفعش تحط اسم عربي، لازم تحط اسم بالانجليزي. فنفترض مثلا ان انا قررت يبقى اسمه مصطفى انديل، غالبا هيكون متاخد. بدوس انتر بيقول لي اسم المستخدم هذا مستخدم بالفعل، جرب اسم مستخدم اخر.
هنا بقى بيديك اختيارات، ممكن اسميه مصطفى قنديل 58، ممكن اسميه مصطفى قنديل مصطفى 184، مصطفى قنديل 835. حاجه كمان مهمه، الاسم ده ما ينفعش يكون بينه مسافات، يعني ما ينفعش اعمل مصطفى سبيس قنديل، هيقول لي مفيش حاجه كده، لا يسمح الا بالاحرف والارقام والنقط، فبالتالي لازم الاسم يكون لازق في بعضه. فخليني مثلا اقول مصطفى نقطه قنديل 1 2 3. ممكن اعمله مثلا لو انت مثلا مواليد اي حاجة، لو انت مواليد 1999 عاملين كده، شوف ايه الاخبار. هذا الاسم مستخدم بالفعل. مين مصطفى قنديل المولود في هذا التاريخ؟ طيب ممكن نعمله مثلا 1 2 3 4 8 7، اي حاجة عشان اوريكم. تمام، يبقى هو كده بدل ما عليش اي علامة يبقى ده متوفر. بعد كده بختار كلمة مرور. هنا بيقول لي لازم استخدم 8 احرف، انا ما استخدمتش 8. مهم قوي وانت بتكتب رقم كلمة المرور دي تفتكرها كويس عشان ما تنساهاش. بيقول لي ان كلمة المرور دي ضعيفة، انا كنت مستخدم 1 2 3 4 5 6 7 8، فبيقول لي طبعا دي كلمة ضعيفة، فلازم اختار حاجة اقوى. فهقول هنا بيطلب مني رقم التليفون. ليه بيطلبوا رقم التليفون؟ عشان ما حدش يعمل زي اللي انا بعمله ده، ان انا اقعد اعمل ايميلات على الفاضي، عشان ده بيبوظ الويب سايت بتاعهم وبيبوظ الناس عماله تعمل ايميلات بيسموها سبام، يعني ملهاش اي لازمه وتضيع وخلاص. انا هحاول اعمل التالي، مش هيرضى. هنا بقى ممكن تختار البلد بتاعتك، سواء انت من اي بلد موجودة، اوكي وخلاص. وبعد كده بتختار البلد، نفترض مثلا ان انت في الكويت، هتدوس الكويت وتدخل الرقم بتاعك وتدوس التالي. بيجيلك رقم مكون من 6 ارقام على الموبايل عشان يثبت ان انت فعلا الشخص ده، انت مش روبوت ولا كمبيوتر بيعمل ده. هتدخل الرقم ده في الصفحة اللي بعديها، وبكده تبقى انشأت الايميل. خلاص هفتح لكم بقى الايميل بتاعي عشان نشوف جوه الايميل بنلاقي. طيب ده ايميل كده انا كنت عامله زمان وما استخدمتوش قوي، المهم يعني مسحت الحاجات اللي فيه. هنا باختصار ده الايميل بتاعك، ده بيبقى شكله. هنا بيطلع لك الرسائل اللي بتجيلك، فانا عندي رساله هنا من جوجل نفسه بيقولوا لي هاي يا مصطفى ازيك، وبيعلموني بقى ايه ازاي اجرب الحاجات واعرف ايه اللي موجود تاني تبع الايميل وكده. تعالوا نمشي واحده واحده. هنا على الشمال موجود حاجه هنا فيها المنيو بتاعك. المنيو ده من الاخر اول حاجه فيه اسمها كومبوز. ده لما بتيجي تبعت ايميل هنا بتختار تو، يعني الشخص اللي عايز تبعت له الايميل. فتعالى مثلا نقول ان انا هبعت ايميل لنفسي. انا عندي ايميل اسمه info@drmustaphaandil.com. خلاص ده الايميل. افتكر تاني، زي ما انت لما كنت بتيجي تعمل ايميل ما ينفعش الايميل هنا يبقى فيه مسافات، نفس الكلام هنا ما ينفعش يبقى فيه مسافات. وتأكد انه .com مكتوبة صح والكلام مكتوب صح، لان انت لو بعت الايميل غلط يا اما هيبعت لك ايميل يقول لك الايميل ده ما اتبعتش عشان كان مبعوت غلط، يا اما مش هيبعت الايميل اصلا او هيبعته لشخص تاني. هنا تيجي في جزء رقم 2 وانت بتكتب الايميل السبجكت، يعني موضوع الايميل ده عن ايه. فممكن مثلا اكتب هنا question about your course. مثلا نفترض ان انا عايز حد بيبعت لي عايز يسالني سؤال على الكورس اللي انا بعمله، فبيقول لي question about your course. وهنا بتبدا تكتب الايميل. عامه لما تيجي تكتب ايميل، الايميل مش زي السوشيال ميديا، ما ينفعش تخش تقول what about the course والكلام ده بيسموه كده ما فيهوش ايميل اتيكيت قوي. فلازم تخش تقول هلو او تقول دير مصطفى وتبدأ تتكلم في الايميل بتاعك. فاكرين الجوابات والحاجات اللي كنا بنبعتها كده في المدرسة، اللي هو اكتب رسالة لصديقك مش عارف ايه، هي نفس الحكاية. ما ينفعش تخش على حد كده تبعت له ايميل تسأله في السؤال على طول. مثلا هنقول I was asking about your course, is there any places left؟ هل في اي اماكن لسه موجودة؟ هنا بيساعدني ان اصلح، انزل تحت كده. برضو من الحاجات اللي ظريفة جدا انك تعملها انك تكتب اسمك. يعني مثلا انا نفترض ان انا مصطفى برضو، فاكتب مصطفى قنديل. ليه؟ عشان برضو اللي جايله الايميل ده لو اول مرة يتعامل معايا وانا اسمي مصطفى 582334 يبقى عارف هو بيتعامل مع مين. وبعد كده بدوس send، بيجيلي بعد كده ايه؟ رسالة message sent. شايف تحت على الشمال هنا message sent. خلاص
طيب ده كده بالنسبه ازاي ابعت ايميل. بعد كده الحاجه اللي بعديها هتبقى انبوكس. الانبوكس دي بيجيلك فيها الرسائل، حاجه زي جيميل مقسم الرسائل لبرايمري، دي غالبا الرسائل الطبيعيه اللي بتجيلك من ناس عاديه. بروموشن دي لو حد بيبعت لك بروموشنز او بيبعت لك دعايه او بيبعت لك حاجات كده هو بيقرا لوحده، يعني لو مثلا لو فيسبوك عامل عرض، لو في حاجه انت مشترك فيها عامله عرض غالبا بتروح في بروموشن. سوشيال ده بيبقى حاجات تبع الفيسبوك وسوشيال ميديا وانستجرام، بس حد عمل لك تعليق، حد بعت لك رساله، غالبا بيجي لك ايميل هنا يقول لك خلي بالك فلان الفلاني بعت لك رساله، خلي بالك فلان الفلاني عمل كومنت، خلي بالك، وهكذا. خلاص ده بالنسبه للحته دي. طيب تحت هنا ستورد دي الرسائل لو انت قررت تعمل لها نجمه، يعني مثلا انت ابتدى يجي لك ايميلات كتير والانبوكس ده بتاعك مليان، بس دي رساله مهمه عايز تاخد بالك منها، هتقوم عامل لها نجمه كده. خلاص دي من الاخر رسائل مهمه. فانت عندك هنا مثلا 1000 رساله ودي رساله مهمه، فتقوم انت ايه داخل على الستور تشوف الرسائل اللي انت معلمها، وممكن تشيل الستور دي وهو يتشال من الستور تاني ويرجع الستور ده فاضي. خلاص سنوز دي حاجه نفس الكلام، اللي هو حاجه انت حطيتها اللي هو زي الالارم كده، عايز ابقى ارد عليها بعدين فبتعمل لها سنوز. سنت هنا ده الحاجات اللي اتبعتت، فاكرين الايميل اللي بعتناه من شويه ده ما هتلاقيه موجود في السنت عشان تشوف برضو الايميلات. ليه ده مهم؟ عشان انت ساعات بتبعت ايميل لحد يقول لك لا والله يا ما جاليش اي ايميل منك والله، فانت تقوم داخل على السنت باصص كده لا الايميل اتبعت، طب انا كنت كاتب الايميل مظبوط info@دكتور كنت كاتبه مظبوط، لا يبقى انا اكيد بعته، او الاقي نفسي كاتب هنا حاجه غلط فالايميل ما وصلش فاعرف ليه ما وصلش. خلاص درافت ده لو انا بكتب ايميل وفي نصه ما كملتوش، يعني نفترض ان انا ببعت ايميل هنا برضو الانفو نفس الكلام subject اي كلام بلا 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 بلا، وبعد كده في النص جالي تليفون ونسيت واتسحلت. خلاص بص اوتوماتيكلي حصل ايه، راح في الدرافت بيسيفهولك ان انت كنت بادئه وتكمله، حتى لو رجعت هنا للانبوكس تاني ورجعت للدرافت هتلاقيه لسه موجود، ايميل انفو اسمه اي كلام بنفس الكلام تكمله، عشان في ناس ساعات بتكتب ايميل طويل ويحصل لها حاجه الانترنت يقطع يحصل حاجه هو بيسيفهولك في الدرافت. خلاص هنا مور بقى لو انت برضو عايز تعلم على حاجه انها امبورتنت مهمه، تشات سكادول لحاجه معينه، هنا كل الايميلات بتاعتك بقى سواء درافت او مش درافت او ستورد او سنت او كله. وهنا حاجه مهمه قوي اسمها سبام. السبام دي او الجانك ساعات بيبقى اسمها هنا جانك ايميل، دي الحاجات اللي جيميل نفسه بيتخيل ان هي مش تمام او مش طبيعيه او حد بيحاول يضحك عليك فبيحطها هنا. ساعات كتير لما بتكون بتشترك في كورسات او بتتعامل مع جامعات او بتتعامل مع حاجات الويب سايت بتاعها او كده لسه جديد ما بقالوش كتير على الانترنت، ساعات الايميل بيروح للسبام. فلما حد يبعت لك ايميل وانت تفتح الانبوكس بتاعتك وما تلاقيش الايميل ده، بص على السبام او الجانك لان ساعات كتير بيبقى موجود فيها الايميلات دي. اخر حاجه هي التراش، ودي من الاخر لما بترمي ايميل في الزباله بيروح التراش 30 يوم وبعد كده بيتمسح لوحده اوتوماتيكلي. ده باختصار كده ازاي تعمل الايميل وازاي تبعت بيه وازاي تستقبل بيه. هنا شويه حاجات بسيطه فاضله، هو السيتنجز شكل الايميل بتاعك عايزه يبقى عامل ازاي، عايز تلونه، عايز تخلي الحاجات المهمه الاول اللي ما تقراش الاول، بتبدا انت بقى ايه تظبط الحاجات بتاعتك دي. هنا دي حاجات تانية موجودة في جوجل، يعني تقدر من نفس الاكاونت تعمل سيرش على جوجل، تفتح الخرائط، بتفتح جوجل ميت، يبقى عندك درايف، الكالندر تستخدم جوجل كالندر تترجم حاجات بنفس الايميل بتاعك بيقدر يساعدك في ده. اهم حاجة لما بتيجي تفتح الايميل عشان الامان بتاعه، لو انت بتفتح الايميل ده في مكان او في حتة بره البيت ما تنساش انك وانت داخل هنا تعمل sign out of account هنا عشان ما يفضلش معمول له يعني ما يفضلش داخل الاكاونت ده موجود، لان انت لو سبت الكمبيوتر ده ومشيت ممكن حد يفتح يدخله اوتوماتيكلي على الايميل بتاعك، وده المفروض بيبقى حاجة شخصية بتاعتك وفيها الداتا بتاعتك والحاجات الشخصية بتاعتك. وبكده انت تقدر دلوقتي تعمل ايميل او تستخدم الايميل اللي انت اصلا عامله للسوشيال ميديا بتاعتك سواء انستجرام فيسبوك تيك توك يوتيوب اي حاجة انت اكيد عامل ايميل. حاول تتدرب انك تبعت رسائل او تستقبل رسائل عن طريق الايميل ده لاي حد، لكاتب انت قريت له كتاب عجبك، لجامعة عايز تسأل فيها على سؤال، لمؤسسة معينة عايز تستفسر فيها عن حاجة. ابتدي عود نفسك وعلم نفسك ازاي تبعت ايميل وتستقبل ايميل. اتمنى الفيديو ده يكون فادك واتمنى تشاركه مع حد محتاج يستفيد بيه، ومش هوصيك لو انت لسه مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو ده. الفترة الجاية هنكمل السلسلة دي في مهارات اكتر واكتر وهنتعمق ونخش على حاجات متطورة اكتر. متنساش تتفرج على الفيديوهات القديمة الفيديوهات الجديدة. السلام.